حضرتك راضيه عن نتيجه العمليه بنسبه قد ايه؟ ممكن 1,000,000%. ياه اقسم بالله اختلاف 180 درجه. ودكتور احمد يعني اول ما دخلت له بجد ضحكته نفسها يعني تهون عليكي اي حاجه والله العظيم. وساعه ما كنت داخله العمليه بصي الموضوع بسيط وبيطمنك. انا المفروض ان انا اصلا لما بحثت عن دكاتره التجميل ظهر لي دكتور احمد تقييمه عالي جدا، وهو يعتبر من ضمن ناس كتير قوي اتعرضت عليا وناس مجربه. لا هو كشخصيا يعني بيخليكي مرتاحه، حابه ان انت تاخدي التجربه حتى لو انت عندك مذبذبه كده بنسبه 30%. لا هو 100% انت هتخشي تعملي عمليه وبيطمنك جدا. جايه من اسكندريه جيت والله، ولو كان ابعد من كده كمان، ولو هو مكانه ابعد من كده كنت هجيله بسبب الراحه اللي انا فيها دلوقتي. عملت سيليكون سايد بجد النتيجه فوق الوصف. يعني انا كنت نفسيا زيرو، من بعد ما عملت العمليه لا الموضوع مختلف. يعني الدكتور احمد حتى لما انا جيت من كلامه ومن الشرح حتى ان الموضوع يعني انا كنت متخيله مثلا او واحده صاحبتي عملت كانت عاملاه وعامله درنقتين، قال لي لا حضرتك بتيجي المستشفى بتقعدي ساعتين بعد الافاقه وكده وبعد كده بتروحي بيتك عادي. فانا ما كنتش متخيله ان الموضوع هيبقى سهل بالسلاسه دي بجد. يعني بنصح اي حد والله عنده عقده نفسيه من موضوع السيليكون، هو ده امن حاجه بالنسبه. يعني انا سمعت عن حقن الدهون، لا السيليكون احسن حاجه مع دكتور احمد بالذات. يعني اي حد يطمن.